صراحة ما ادري اذا حنزل الفيديو ولا لا، بس الي تقريبا شهرين ماني عامل تنظيف بشرة، ماني معتني كتير، بس غسيل ومرطب كل يوم وواقي شمسي. فقررت انه اليوم شوي اهتم، فراح استخدم هذا الانزايم بيلينج من هي البراند. بتحطوه من 10 ل 15 دقيقة على بشرة نظيفة وبتغسله. يعني تقريبا نشف له 13 دقيقة. راح نغسل بسيتافيل اويل سكن لانه انا اوريدي اويل سكن، وهذا بيعمل تنظيف عميق، فيه بي 3 وبي 5، فهو كمان مفيد. بيسلسلك اسيد يلا لو كنستي لانك تعم غسل. بس انيويز هي السكن عن قريب وبلا فلتر. رح نعمل هلا بيلينج بذا اوردينري لاكتيك اسيد، هو فيه بيلينج فورميليشن. اذا حابين تعرفوا معلومات اكثر بعتوا لي ريبلايات لاحكي لكم عنه لهالسيروم. احكي شوي بسيطة عنه لانه بعرف في كثير ناس ممكن تستخدمه دايركتلي بلا ما يقروا عنه، بلا ما يعرفوا شو مساوئه. anyways اذا استخدمتوه لا تطلعوا بالشمس دايركت بلا واقي شمسي، لانه فيه AHA. اشرح لكم بعدين شو يعني. بما اني انا حابب اعمل بيلينج او تقشير خفيف، فما رح احط مرطب هلا، رح انطر تقريبا شي 4 ساعات لكثير يتفاعل مع وشي. بعدين رح ارجع اغسل بسيتافيل ورح احط ببانتين، يعني ريسنتلي كثير عم بحبه وبس. والله جايز اكيد ما تحطوا السيروم حوالين العين لانه فيه مقشر وكثير ممكن يأذي. تحطوا من هذا اي ليفت من ديور، برطب وبيبرد وبيروح الانتفاخات، بشل. هلا صار فينا نقول بس والله باي.